السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو لسه أول مرة تشوفيني، ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا. يلا بينا ندخل على طبق النهاردة. وصفتنا بتاعت النهاردة فراخ بالكاري والجزر، جميلة جدا وهتكون سهلة إن شاء الله. ندخل على المقادير. اول حاجة معايا بصل مقطع شرايح، وجزرتين مقطعهم شرايح، وطماطم مقطعهم صغيرة. البهارات بقى اللي معايا معلقة كبيرة كاري، معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة جنزبيل أو زنجبيل، معلقة كبيرة روزماري أو إكليل الجبل، معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة توم وملح. ومعايا زيت زيتون حوالي 3 معالق كبار. اختياري في الوصفة دي لو عايزة تحطي فلفل. طبعا البهارات دي كلها هيكون معاها الفرخة بتاعتي. هغسلها بايه بقى؟ هغسلها بمعجون الليمون، هعمل لكم عليه فيديو ان شاء الله لوحده. اسيبها فيه حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده هتبقى بالمنظر اللطيف الحلو ده. في حلة على النار هسخن الزيت بتاعي واضيف عليه البصل واقلبه شوية. وبعدين هضيف عليه الجزر، ولو انا حاطة فلفل فلفل رومي او فلفل حراق بحطها في الخطوة دي دلوقتي. هفضل اقليها لحد لما البصل يبقى شفاف. شايفين جمال الالوان؟ ما شاء الله. هضيف التوم، وخلي بالي ان التوم ما يتحرقش مني. هاجي على جميع البهارات هضيفها كلها. هقلبهم حوالي دقيقة. طبعا الريحة ما اقولكوش رهيبة. هحط الطماطم، اخر حاجة خالص الملح. بعدين هحط الفراخ على الخلطة بعد ما طفيت النار. هتبلها بالخلطة، هتبلها فيها شوية. وبعدين في صينية اللي انا هدخلها الفرن هحط نص الخليط اللي انا عملته وعليها الفراخ كلها بالمنظر ده، وعليها باقي الخضار من فوق. اخر حاجة نص كوباية مية. انا حطيت المية في الحلة اللي انا كنت عاملة فيها الخضار ونزلتها على الفراخ، وبعد كده هسيبها على النار شوية. اغطيها واسيبها على النار. ما شاء الله جميلة جدا، ريحتها فعلا جميلة. هدخلها الفرن تكمل سواها. وهنا انا خلصت. شايفين شكلها جميل ازاي؟ مستوية، طعمها خرافة وريحتها تحفة. ما شاء الله جميلة جدا. ياريت تجربوها. مستنية اعرف رأيكم فيها. ياريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد معانا.
أتمنى إن الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وتكون سهلة. أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.